اختك عزوز بتتملص منها دلوقتي. طب وانا بقول لك وانا بتملص انا كمان وانتوا تتملصوا وانا ما اتملصش؟ انا عايزه افهم، هو انتوا تملصكم عادي تتملصوا، واحنا يعني لما نيجي نتملص واحنا لما نيجي نتملص نبقى وحشين؟ طب انا بتملص كم يا سيدي؟ انا غلطت في الدين بقول لكم انا اسفه، غلطت في الدوله بقول لكم انا اسفه. انتوا خير امه، انتوا خير امه، في اكتر من كده؟ اتملص انا كمان؟ انا اتملص واشمعنى انتوا؟ مش اشمعنى انتوا؟ هي ام عايشه ولا ميته؟ عايشه، ابوه اللي مات، ابوه مات في السجن. انت عايز تسمعي امه؟ نسمعك ام يا السهل مش متابعه. ام المفضوح، ام الشحات، ام اللي باع عرض امه، ام اللي عايش على عرق النسوان، ام اللي فشل وبيخش على اللايفات بتاعتي عشان يجيب مداخلات ويقطعها. ام الموكوس تعالي يا وليه يا نصابه. ام الموكوس، ام الموكوس، ام الموكوس. يخرب بيت امك. فين امك؟ امك يا واد، تعالى امك. راح مدير على الورق على اني اترحل على سجن القمر عقابا لي، طبعا بدون تهمه، بدون محضر، بدون جريمه، بدون اي شيء، بس هو بقى كده. طلعت طبعا على الاسم ومع الضباط. طبعا انا ما كانش بيطلع بيا لا صول ولا عسكري ولا مخبر ولا ناس دي، انا كان بيطلع بيا ضباط. كان معاه الورق بقى، الورق اللي هو مؤشر ان انا اقضي الاول 15 يوم في سجن، ولو انا ما اتعلمتش هيتجددوا لي تاني. المهم ان انا لازم اكون اقول اسامي واقول الدنيا، ابوظ الدنيا خالص. المهم رحت على الاسم الصبح الساعة 6، جت العربية حطوني ودوني على سجن القمر. أمن الدولة طبعا بلغت سجن القناطر إن جايلكوا ضيفة تروقوها وتربوها وكده يعني. يسوع. فأول ما رحت استقبلني ضابط المباحث، وبرضه كان متعصب جدا جدا جدا. انا في الفتره دي ما قابلتش حد ما كانش متعصب، زي ما يكون يعني ربنا بيقول لي شوف المتعصبين اللي انت كنت واحده منهم، هم دول. فقال لي انت بقى فلانه؟ قلت له اه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعيد الصلاة على النبي عشان بتضايقكم قوي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وحبيبي يا رسول الله، حبيبي يا ابن أمينة، حبيبي يا من بعثت لتكمل مكارم الأخلاق، حبيبي يا نبي الأمي، حبيبي يا من نصرت العرب، حبيبي يا من لو نمشي على خطاك الدنيا كلها هتتحسن، حبيبي اللي الكل بيحارب فيك جوه وبره، عمالين يحارب فيك لكن حبك في القلب عمره ما ينتهي. حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا آخر الأنبياء، حبيبي يا أكرم الأنبياء، حبيبي يا محمد. أنا معك، أنا معك والله. عليكي انا بقول لك انت مش هدفي يا متخلفه يا مريضه. انت الظاهر حبوب الهلوسه خلاص عملت لك مسح دماغ. وايه حكايه ان انت كل الرجاله اللي اخواتك على اليوتيوب بتكلميهم كاميرا دي؟ طب ما تفتحي الكاميرا يا عزوز وتقعدي كده على الستريم فاتحه الكاميرا، ما دام هو عادي كده بالنسبه لابو قرون اللي اسمه حسن. ابو قرون اللي اسمه حسن، انا مش هطول يا جماعه لان انا خارجه عندنا سويمنج وكده. ابو قرون اللي اسمه حسن، عادي انك تروحي تفتحي الكاميرا مع محمد صلاح اللي كان اخوكي وبعدين سفلتك، وعادي انك تكلمي ماهر وتفتحي معاه الكاميرا اللي كان اخوكي وبعدين سفلتك، وعادي انك تفتحي الكاميرا مع سيد فهمي اللي كان اخوكي وبعدين سفلتك،
وعادي إنِّك تفتحي الكاميرا مع عبده اللي أخوكِ وبكرة يسفلتِك وبتتمسّحي في جيش الزرط، محافظة مش فاهمة. تاني حاجة أنتِ بتقولي أنتِ تكفيرية، لأ التكفيريين عندِك في السودان، التكفيريين عندِك في السودان يا حبيبة قلبي، التكفيريين السودانيين عاملين يقطّعوا رقبة بعض. ما شُفناش واحد بدبابة دخل جاب واحدة من على السرير واغتصبها، ما أنتم فضايح السودان وفيديوهات السودان مالية الفيسبوك يا قلبي. بتقولي غلطتِ في أبوكِ، طَب أنا باقول لِك دلوقتي ينعل أبو اللي جاب أبوكِ، آخره كان خدّام ممكن يكون عند جدي. أنتم معروفين عثمان في زيتة وزنبليتة يا مدام في الأوضة التانية، عبيد. تقولي عليّا عنصرية أقول لِك عنصرية وأفتخر، إيه اللي مدخّلِك في الشأن المصري يا بنت الكلب؟ ما دخلتش عند حد وقلب عليّا، حتى لمّا باختلف مع حد بيحترموني في المنصات بتاعتهم، أنتِ مش واخدة بالِك والّا إيه؟ أنتِ بتقولي مش عارفة سيد فهمي وأنتِ علّمتِ سيد فهمي اختلفتِ معاه بَسِّم وخلاص، واختفى الموضوع، لإن الناس بتحترمني، ولمّا بيتكلم عليّا بيقول لي: "يا بنت الأصول." أنتِ بيقولوا عليكِ يا بنت البواب، أنتم مش شايفين الفرق؟ على رأي إيناس أنا الفرق بيني وبينكم أو الفرق بيننا وبينكم سنوات ضوئية أنتم ما تفهموهاش. يا ولية يا شايبة يا عايبة، أنا بقى لي قد إيه لا جبت اسمِك ولا ذكرتِك، بتحُكّيها معايا ليه؟ يا سيادة القاضية، يا قاضية، يا بتاعة القِيَم والأخلاق، يا ولية يا جدة، مالِك ومالي يا بنت الكلب، يا بنت المَرَا الوسخة، مالِك ومالي. أنتِ رُحتِ اعتذرتِ لسُهى أغا، وسُهى أغا ما عبّرتكيش، تفتها على الأرض مش هتلحسها تاني، السم في أبشر عشان طلع امبارح عند أبو صناعي، طلع عند أبو صناعي امبارح، معرفش إيه اللي زانقها ديّة في الشأن المصري، عندِك منصة اتكلمي في حال السودانيين، ده حال السودان يعني الكلب الجربان. هدّي صوتِك يا بنتي. فيها واحدة كده بعتت لي رسالة قالت لي: "هو أنتِ شتمتِ صُدفة؟" قُلت لها: "أنا شتمت صُدفة؟" قالت لي: "آه، دي بتقول في بث ملك وبتقول لي أنا زعلانة من الناس إن هم ما حدش رَد وكده لمّا أنا باقول شتمت صُدفة ومُغلق." قُلت لها: "بث ملك إمتى ده بث ملك؟" قالوا لي: "آه، ملك لسه كانت عاملة بث إيه من كام دقيقة كده." والله مع إني كنت قاعدة مع ناس وكده. قُلت لأ، أنا قُلت أدخل أسمع، راحت حتى قالت لي إيه: "عشان تريّحي نفسِك هو إيه بعد الإيه، بعد حكاية في صوت وملك أم كلثوم شبطت في دماغها وكده وهتقعد تغني." المهم قعدت حطيت السماعة وقعدت إيه، أنا الchat لسه إكمنّي كانت لسه مَلَك قافلة، الlive chat اسمعي بس يا أنجي صلّي على النبي أنا فاهمة، هي اللي فهمت غلط، ما تخافيش يا أنجي، اسمعي بس. آمم فبعدين قُلت إيه عمّالة تقول لها إيه: "أنا زعلانة منِّك." مش عارفة إيه، لأ، أنتِ فهمتِ غلط. أنا لمّا عملت المداخلة عندي دعسوقة كانت مَلَك بتتكلم على حكاية إن في ناس قالوا لها إن سام بتطفّش منِّك الإيه، هي قالتها على مرّتين مَلَك، قالتها مرّة إن أنا باخد الداعمين منها، ومرّة إن أنا باطفّش الداعمين، فأنا ما أعرفش إيه أنهي واحدة فيهم إيه اللي صح، مش مشكلة. اللي حصل إيه يا جماعة، آمم طبعًا أنا no way إن أنا أغلط فيه صُدفة أو أغلط في مُغلق، حتى مُغلق كانت ماسكاني شتيمة آمم عند مش عارفة قناة مين كده، وأنا حتى دخلت للراجل كتبت له قُلت له يعني أيام ما كانوا بيشتموا فيّا، منوّرة يا قاهريهة الخرفان، هلّو، هلّو يا حبيبتي. قُلت له يعني أيام ما كنت إيه لمّا كنت ماسكة الصمت يا أنجل، قُلت له: "عيب ما تخلّيش حد يتكلم عليّا وكده، أنا ما غلطتش فيك يعني وكده." وراح الراجل حتى إيه كتّر خيره يعني، حَط اللي هو حكاية الwords والكلام ده، إن اسم سام أمّا حد يكتب رسالة فيه سام ما يظهرش، التعليق ما يظهرش، الراجل كتّر خيره، أيام ما كنت إيه عاملة مؤدبة يا أنجل وملتزمة الصمت، فاهمة إزاي؟
أمّا كنت ملتزمة الصمت وعاملة مؤدبة. المهم فإيه اللي حصل لمّا فتحت القناة ومش عارفة إيه وكده وبتاع وكده وطبعًا الناس التانيين اتكشفوا والحاجات دي والمنافقين والجواسيس والكدابين حوار مايا مور حاجات كتيرة كده، ففي 2 داعمين، 2 داعمين، كانوا داعمين بشدة جامد جدًا عند اللي هم إيه، عند الواد المنافق ده عبد المال، وبعدين واستمروا معاه رغم إن هو كان عمّال يشتم يعني إيه، واحدة مش ما أعرفش جنسيتها، في ناس بيقولوا إن هي فلسطينية وفي ناس بيقولوا إن هي إيه، سورية حاجة كده، حتى سألت نُهى عليها مرّة قالت والله أنا مش قادرة أركّز في في طريقة كتابتها يعني بتدّي كده وبتدّي كده. المهم واحدة تانية بتدّعي أنها سعودية وفي ناس قالوا إن هي إيه، كويتية، دخلت واحدة منهم عندي، صراحة ربنا أنا رُحت شاتماها، يعني صراحة ربنا أنا إيه، رُحت شاتماها، أنتِ ما تجيش عندي، أنتِ بتدعمي على شتمتِ مع واحد ابن 60 كلب. أوكي، ومن الآخر كده قال لي: "مَر عليكِ إن أنتم عاملين علاقة مع بعض." هو فعلًا قال الكلام ده، حتى لمّا حاول يتواصل معايا تاني برقم سعودي أو كان مش كان رقم سعودي على ما أتذكر، باقول له: "مين دي؟" قال لي: "دي فلانة الفلانية." وفي الآخر طلع كداب بما إني رُحت سألت حد كده كان متواصل معاها وقُلت له: "هو الرقم ده مطابق؟" قال لي: "لأ." هو ده الرقم بتاعها وورّاني إيه، ورّاني حبة رسايل قال لي: "لأ." قال لي: "لأ مش هي." فأنا قُلت إيه بجملة الكدب اللي كان بيكدبه. المهم ما شُفتهاش تاني، وصراحة ربنا ما شُفتهاش عند ملاك، لكن دخلت واحدة تانية بقى، أكبر شوية في السِن، دخلت واحدة تانية أكبر شوية إيه في السِن، دخلت برضه عند ملك ومش عارفة إيه ودفعت الدعم وسحبته ومش عارفة إيه وكده، وداخلة ترخّم عليّا من الآخر عشان كنت ماسكاها إيه غاسلاها ونشراها في منصة تانية، فهي داخلة لي أنا إيه وبنظام إن هي بتقدّم دعم لملك، يعني أكنها بتشتري ملك، أوكي، ومع إنها سحبت الدعم بعد كده. وقعدنا نتكلم في مَلَك بتقول لي: "لأ مش عايزين نزعّل حد مننا، أصل دكتور البهايم قال ما نزعّلش حد مننا." رُحت أنا صراحة ربنا شدّيت مع مَلَك في الإيه، على الواتساب، رُحت قُلت لها: "لأ، أنتِ كده تزعّلي الناس منِّك، لإن الشخصة دي كانت بتدعم على شتيمة مش عارفة مين." راحت مَلَك قالت لي: "والله أنا ما أعرفش." وفعلًا مَلَك ما كانتش متابعة، قالت: "والله أنا ما أعرفش، لكن إحنا مش عايزين نزعّل حد مننا." والكلام ده وكده. بس، رجعت تاني الشخصة دي أنا طردتها ما كنتش عملت لها بلوك، راحت لفِّت وراجعة لي تاني، بعتت الديل بتاعها الأول، ليها ديل هي ليها ديل كده، بعتت الديل بتاعها الأول وبعدين إيه، داخلة لي تاني، رُحت صراحة ربنا قُلت لها: "لا استحالة، استحالة إن أنا أقبلِك عندي تاني، استحالة، أنتِ واحدة كنتِ بتدعمي واحد كلب على سبِّنا، أنتِ واحدة بتدعمي واحد كلب على سبِّنا." منوّرة يا توتة. استحالة، وإذا كنتِ فاكرة إن في بعض الناس تشتريهم بالفلوس أو أنتِ متخيلة إن في مصريين تشتريهم بالفلوس، الظاهر عليكِ أنتِ لسه ما اتعاملتيش مع مصريين قبل كده. الله يخليكِ يا حبيبة قلبي، وحشِك غالي يا رب. ورُحت قُلت لها: "ما تدخليش هنا تاني عشان أنا ممكن أشتمِك، عشان أنا إيه ممكن حتى بتقول لي إحنا داخلين نهدّي النفوس." قُلت لها: "روحي هدّي نفوس إيه، هدّي نفوس أمِك على أبوكِ، ما تهدّيش النفوس هنا." وأنا باخفض الفتنة ومش عارفة إيه، قُلت لها: "لأ، الفتنة مولّعة، مش عايزة حد ما تخافيش يعني." أيام ما كان حتى إيه، حكاية السلخ اللي كان إيه، ماسكه كريم مصطفى وأنا والكلام ده. بس، فهي صُدفة فهمِت الموضوع إن إيه، إن أنا باتكلّم عليها هي ومُغلق. No 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 لا، لا، لأ، أنتم فاهمين الحوار إيه، الحوار غلط. بس، لكن أنا لا كنت باوجّه كلام لداعمين ولا هم عمرهم دعموا مَلَك، عملت الدعم وسحبته وشاهد عليها واحد، سحبته. شاهد عليها واحد، شافها بقى في حتّة كتبت comment أنا دعمتها وسحبت الدعم، ما حدّش عارف، ما حدّش إيه، ما حدّش عارف، بس، لكن لا عمري غلطت في أنا ما أقدرش أغلط في صُدفة، يكفي إن صُدفة كنت أنا موجودة والناس دي عمّالة بتشتم ورُحت طول ما أنا موجودة ما حدّش يغلط في ساعة، هي من حقّها إنها تعبّر عن نَفْسها في وقت أنا كنت ساكتة فيه، بس، فعيب اللي باعتب عليه منِّك يا صُدفة، طَب أنا جوزي خلّص صلاة بقى يا جماعة، يالّا السلام عليكم.